وصلنا حدا دار الحوزي، غادي نتكلم على الجهتين في شارع محمد الخامس، ونبدا من التقاطع ديالو مع شارع كينيدي. تما كانت دار مولاي احمد السملالي وخالتي هنيه وولادها سي محمد الله يرحمه كان قاضي فاس، وقاسم تقلد عده مسؤوليات، وعمر مستشار رئيس الحكومه الى اليوم، ودريس من اول المهندسين المعماريين اللي دا المعمار المغربي لدول الخليج في السبعينات، ورشيد الاطار في السكنه والتعمير. تحت الدار الحمام كانت فيه مي جوج الله يرحمها والصاكه ديال الحفيظ، ومن جهه كينيدي كان المصور الحبيب البهجه. بعد الحمام كانت عبا عمر سيكليس، دار الحاج العفاني، دار البعناني، دار السيموح، حانوت البوري، من بعد كانت مقهى الموعد، قهوه السنتان، استوديو المغربي، مدام كاستيلانو، با المسكين اللي كيبيع الراديوات، وكانت سياره نقل الموتى ديال جلول اللي كانت عنده سينما اطلس ايضا، ثم قاعه الكاك للحلاقه للعلوي، قهوه سيكوند ديال بصديق التوزاني، في اخر الصف محل حلاقه بشرى. الى قطعنا الزنقه على اليمين اللي هابطه لاكار كاين جادي مول البياس، ودار سملالي المحامي، ومصبانه القنيطره، حداهم دابا قهوه لي زامي. الى رجعنا لتحت من الجهه المقابله كاين عياده الدكتور نجيب بوحدو، دار الحاج الحمر مولاي المهدي الفرملي، عبد الواحد النجار، مكتب القليدي، حلاق التازي، خياط عسكري مدني، المعلم السمار، دار حليم مول كروس السيترون، محل يازغي، دار هندو، ومحل الحاج العفيف مول الملابس الرياضيه، والحلاق الحبيب في القنت. ونقطعوا القهوه سبورتيف، محل القهوه ديال الروداني الحسين، الحاج قلزين، مقر حزب الاستقلال في عماره جلالي بناني، قهوه المساوي اللي كنسميوها البرلمان، بو العبدي السبصار، بن طرمون الاسكافي، الحاج البار، والقهوه المحروقه.